بسم الله الرحمن الرحيم. التناسب المئوي. في هذا الدرس سنتعرف على 3 نقاط، وحتى نتعرف على 3 النقاط سنحتاج إلى هذا التناسب المئوي. هنا يعطيني قانون يقول لي جيم وتعني الجزء، والكاف تعني الكل، فهنا الجزء على الكل يساوي النسبة على 100. هذه النسبة. نجي نطبقها في النقاط الثلاثة. مثلا هنا يقول لي إيجاد النسبة المئوية. هنا يقول لي ما النسبة المئوية للعدد 9 من 40. فأجي أطبق هنا 9 من 40. 9 هي جزء، 40 هي الكل، والمطلوب هي النسبة المئوية. مطلوب النسبة، فالنسبة نرمز لها بالرمز نون. فعرفنا الأمور المطلوبة كلها. نقدر الآن نطبق القانون. الجزء هو 9، والكل 40، وهنا النسبة على 100. ونجي نطبق التناسب المئوي ونطبق عملية التناسب، يعني نضرب ضرب تبادلي. فنضرب بهذا الشكل. ممكن واحد خلاص يفهمها مباشرة. 9 قسمة 40 ضرب 100 ويجيب النسبة. فنضرب هذه في هذه بيطلع عندي 900 على 40 حتى يعطينا النسبة. نقدر نختصر الصفر مع الصفر ونجعل في الهامش ونقول 90 قسمة 4، أو نسوي التبسيطات قسمة 2 قسمة 2 وهكذا. فالتسعين 9 كم 4 فيها؟ نعرف إنها 2. ف2 ضرب 4 8. الناتج 1 ينزل 0. 10 كم 4 فيها؟ أيضا 2. ف2 ضرب 4 8 بينزل 2. 2 ما فيها 4، فنقدر نحط 0 وفاصلة. فال20 كم 4 فيها؟ فيها 5. و5 ضرب 4 20. وبكذا انتهت القسمة، والناتج طلع عندي 22.5%. هنا طلب نسبة، لا ننسى نحط علامة النسبة المئوية. فالناتج 22.5 نسبة مئوية. نجي نطبق أيضا في المثال الثاني. هنا قال لي ما النسبة المئوية للعدد الجزء من الكل. فهنا نجي 12.75% على الكل 25 يساوي النسبة على 100. نضرب تبادلي، فبيكون عندي 100 مضروبة في العدد اللي هنا، تحرك الفاصلة لليمين خانتين، فبيكون عندي 1275 قسمة 25، وهذه تعطيني النسبة المئوية. نجي نحسبها. ممكن نسوي تبسيطات قسمة 5 قسمة 5 ونستمر بهذا الشكل، أو إن نسوي القسمة المطولة. فنجي نحط 25 نقسمها 100 أو 1275 قسمة 12. نقدر 12 ما فيها 25. 127 فيها. احنا نعرف ان 5 ضرب 25 125. فإذا 5 هي أقرب إجابة، ف125. المتبقي 2 تنزل 5. 25 قسمة 25 1، وهنا 1 ضرب 25، فالناتج 0. فإذا عرفنا أن القيمة هي 51%. وإحنا نفهم أساسا أن 12 و75 هي كأنما هي نصف العدد 25. فلو تلاحظ النسبة صارت نص أو 50%، 51%، لأن هنا زيادة بشكل بسيط. وهذا بالنسبة للنقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية. هنا يقول لي إيجاد الجزء. ما العدد الذي يساوي 5% من العدد 60؟ نفس النقاط اللي أخذناها مسبقا. احنا نتذكر في الدروس السابقة مباشرة نضرب ونقسم على 100. نقسم على 100.
يعني مو لازم أرجع للقانون الموجودة هنا، أقدر أضرب أشيل صفر مع الصفر على اثنين، على اثنين فيها خمسة، فيها ثلاثة، على خمسة، على خمسة فيها واحد، فيها واحد، فالناتج ثلاثة. أو بتضربهم خمسة في 60 300 على 100 بيطلع، بتختصر الصفرين مع الصفرين فالناتج ثلاثة. هذا بدون استخدام القانون. لو جيت أستخدم القانون أعرف أن هذه هي النسبة وهذا هو الكل. تعال طبق، بتحط مكان النسبة هنا خمسة وبتحط مكان الكل 60، ولما أضرب مقص بضرب هذه في هذه بيطلع عندي 60 ضرب خمسة فالناتج 300 على ثلاثة نفس الناتج تماما. أيضا طبق في السؤال اللي بعده هنا، لو بغينا نطبق بنفس القانون هنا النسبة بما أن فيها بالمئة أو نفهمها واضحة، 72% هي النسبة وهذا الكل، فأجي أطبق إن الجزء هو المطلوب على الكل 90 يساوي النسبة 72 على 100، ونضرب مقص فبيكون عندي الجزء يساوي 90 ضرب 72 على 100. دائما ما نستعجل في عملية الضرب لأن ممكن نسوي بعض التبسيطات، فالصفر مع الصفر بيروح. من بعدها أقدر أضرب 9 في 72، 9 في 72 لو أجريت عملية الضرب بيكون عندي الناتج 648 على 10. على 10 معناها أسحب الفاصلة للخلف خانة واحدة فبتكون الفاصلة في هذه المنطقة، فإذا الجواب هو 46.8. وهذه النقطة تبع الدروس السابقة، نقدر نستفيد من الدروس السابقة ونقدر نطبق فيها قانون التناسب المئوي. نجي للنقطة الأخيرة وهي إيجاد الكل. هنا يقولي ما العدد الذي 40% منه 26؟ ركز على كلمة منه، يعني هو يبغى عدد 40% منه 26، الجزء منه 26، فهذه هي الجزء وهذه النسبة. فهنا ممكن يكتب السؤال بصيغة ثانية لكن المضمون مختلف. فلو جيت أنا قلت ما العدد الذي 40% من 26، اختلف، 40% من، مو منه، من 26 فبتكون نفس النقطة اللي طافت. لكن لما يقول منه فهذا الجزء منه. فنجي نطبق، عرفنا أن هذه النسبة وعرفنا أن هذه الجزء ولازم أفرق بين الجزء والكل. فهنا نطبق الجزء 26، الكل ما هو معلوم مطلوب، والنسبة 40 على 100. نجي نحل، نقدر نبسط من هنا حتى نختصر الصفر مع الصفر، وتالي نجري عملية الضرب التبادلي، فبيكون كاف مضروب في 4 كاف، وال26 مضروبة في 10 تكون عندي 260. أقدر ما أستعجل في الضرب أو أضرب براحتي. فهنا نقسم الطرفين على 4 على 4، اختصرنا 4، الكاف تساوي، نقدر نسوي تبسيطات، قسمة 2 قسمة 2، هنا 2 وهنا 130، قسمة 2 قسمة 2 بيكون ناتج 65. وهذا بالنسبة للمثال الأول. نجي للمثال الثاني، أيضا نفس الحكاية. هنا قال لي ما العدد الذي 14% منه، من تشوف كلمة منه خلاص افهم أن هذه هي الجزء. فهنا نطبق الجزء على الكل، 7 على الكل، ما نعرف الكل، يساوي النسبة هي 14 على 100. وابدأ، ممكن أسوي تبسيطات، البسط مع البسط، بما أن علامة يساوي أقدر أبسط هذه مع هذه، فيها 2 فيها الواحد، قبل لا أسوي الضرب التبادلي حتى أسهل المسألة.
وأقدر أبسط بسط ومقام في نفس الجهة. فهنا لما أضرب تبادلي بيكون عندي 2 كاف يساوي 1 ضرب 100 100، نقسم الطرفين على 2 على 2، إذا الكل هو 50. وهذا بالنسبة لدرس التناسب المئوي.